الناس كلها امبارح كانت بتتفرج على مؤتمر ابل علشان تشوف الايفون الجديد، وانا مش قادر اشوف غير التحفه المعماريه اللي بيصوروا فيها. مقر شركه ابل في كاليفورنيا، افضل مبنى اداري موجود في العالم. انا ما شفتش كده. يعني مثلا ابسط حاجه في المبنى ده انه ما بيستهلكش كهرباء. متخيلين مبنى بالحجم ده؟ لا، وايه مبنى ابل وما بيستهلكش كهرباء؟ عملوها ازاي؟ اقول لك انا. نورمان فوستر المعماري اللي صمم المبنى عمله كله من الازاز، بحيث يدخل اكبر كميه نور طبيعي طول النهار فما يحتاجش اضاءه صناعيه. طب الازاز ده مش هيقلب المبنى لساونا؟ هو مع اي حد. الراجل ده عمل تند عملاقه بين كل دور والتاني علشان الشمس ما توصلش اصلا للازاز فما تسخنوش. نسكت على كده؟ لا، هنلاقيه عمل ميكانيزم معين في الازاز ده يخلي الهواء الطبيعي يعدي منه عادي. عملها ازاي معرفش. المهم انه بيهوي المبنى طبيعي وبالتالي ما بيحتاجش تكييفات كتير. يعني من الاخر وفر في النور وفي التكييفات. يعني قدر يقلل 70% من استهلاك المبنى للكهرباء، وال30% التانيين بيولدهم عن طريق الخلايا الشمسيه اللي متثبته على السطح. بالشفا.